السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي. موضوع حلقتنا اليوم الانزلاقات الغضروفية وأداء الصلاة وقاية وعلاج لها. الانزلاق الغضروفي أعزائي المشاهدين بيصيب أعلى العمود الفقري وأسفله، والوقاية كما تعلمون خير من العلاج، ولذلك فقد ثبت علميا أن تلين فقرات العمود الفقري والغضاريف في الصغر بيجعل الإصابة بأمراض العمود الفقري وخاصة الغضاريف منه صعبة الحدوث. وأداء الصلاة منذ سن السابعة والمواظبة عليها مع أدائها بشكل هادئ وخشوع بيولين الغضاريف والأربطة طوال حياة الإنسان وخاصة في الكبر. فالآلام أسفل الظهر من الأمراض التي تصيب الكبار، والسبب فقدان الليونة من الرباط الطولي الخلفي في الظهر، وكذلك النسيج الليفي الذي يشكل الطبقات الخارجية من القرص الغضروفي. عندما تفقد هذه الأنسجة القدرة على التمغط، ولذلك فهي تتمزق عند صعود الحركات الفجائية والخاطئة. وقد أجريت بحوث ميدانية على عدد كبير من البالغين، وتم سؤالهم إذا كانوا يشكون من آلام أسفل الظهر أو عرق النساء وهل يؤدون الصلاة بانتظام أم لا، وكانت النتائج مذهلة جدا أعزائي المشاهدين، حيث أن 2.6% ممن كانوا يصلون قبل سن العاشرة قد عانوا من آلام أسفل الظهر، بينما 70% مما لا يؤدون الصلاة تماما يعانون من آلام الظهر بشكل قوي ومرهق. ولهذا فإن أطفال المسلمين يحافظون على ليونة ومطاطية الأنسجة، مما يمنع تيبسها في الكبر ويمنع تمزقها أيضا. فالأربطة الطولية خلف الفقرات والأنسجة في الغضاريف بتحافظ على بناء الغضاريف في مكانها بين الفقرات وتمنع انزلاقها. وتتمزق هذه الأنسجة نتيجة حركة خاطئة، فإن الغضروف تنزلق إلى الخلف حيث النخاع الشوكي والتفرعات العصبية، وتصاحب ذلك آلام مبرحة. وهذه الأربطة المرنة تستطيع أن تستوعب قدرا أكبر من الحركة، وذلك بالتمارين الرياضية. فالصلاة تعد بمثابة تمارين رياضية بتساعد على ليونة الفقرات طوال عمر الطفل حتى يبلغ من الكبر عتية. كان معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي من جامع الأزهر الشريف. للتواصل الرجاء للصلاة على 012 36 90 535 أو عن طريق الإيميل سعد_الأستاذ online @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.